السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة خاطب الشعب المغربي وتجاهل القيادة في خرق سافل للبروتوكول السياسي على المستوى العالمي. إيمانويل ماكرون: ما دمت خاطبت الشعب المغربي فأنا واحد من الشعب المغربي، جئت لأرد على خطابك الموجه للشعب المغربي. المملكة المغربية لها ملك يقودها دستوريا رئيسها، دينيا أمير المؤمنين، ووراثيا ملك للمملكة أبا عن جد. فخطابك مردود عليك ما دمت لم تسلك القنوات الدبلوماسية المعمول بها في الأعراف الدولية. إيمانويل ماكرون: نحن لسنا مستعمرة إفريقية ولا أتباع للسيادة الفرنسية، نحن دولة ضاربة في التاريخ، لها المؤسسات وتحترم شعبها. إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، مرة أخرى هذا الخطاب يجب أن توجهه للشعب الفرنسي. الشعب المغربي ينتظر منك خطابا واحدا، هو أن ترى بالنظارتان التي رأى بهما الملك الصحراء المغربية لكي تكون صديقا وشريكا وتكون رؤى سياسية متقاربة. هذا هو الخطاب الذي ننتظره منك، وننتظر خطابا آخرا أن تكشف فيه عن أوراق الصحراء الشرقية، وهي موجودة في مكتبة جدك شارل دوغول. هذا الخطاب ننتظره منك. نحن لن نتخلى عن حدودنا الموروثة عن الاستعمار، فإذا كنت تريد أن تخاطبنا كشعب مغربي فهذا هو الخطاب الذي ننتظره، لأنك تركت جنبنا وعلى حدودنا حظيرة ومقاطعة تابعة لكم. اقتطع أجدادك أرضنا، وهي اليوم تسمى في الحظيرة حدود الموروث عن الاستعمار، وفي مملكتنا وفي دستورنا هي حدودنا الحقة، ولن نتخلى عن شبر منها. سيد الرئيس إيمانويل ماكرون، لعله أغاظك الحال حينما رأيت ذاك المواطن الإفريقي نسى ألمه وجرحه وقفز ليعانق الملك. مكانكم غير موجود يا سيادة الرئيس في إفريقيا، فإفريقيا لها قائد واحد، هو ملك المملكة المغربية وأمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله. من يعادي ملكنا نعاديه، ومن له خبث ضد مملكتنا فهو عدونا، فمساعدتك مردودة عليك. فإن أردت أن تساعدنا في المواد الغذائية فلا تنسى أنها من المملكة تذهب إلى الجمهورية. فإن أردت أن تعيننا بالمعلبات وبالمعجنات وبالخضر وبالفواكه فمن أرضنا تذهب إليكم. فكفاكم عبثا وكفاكم لعبا على العقول الصغيرة، فنحن دولة ذات سيادة ودولة ذات مؤسسات. فخسئت أنت وإعلامك وكل من والاك. كنا نشكك في خطاب الكبرنات أنه حقد دفين على الملكية، فوجدناها أجندة تتلى من الإليزي ويبدعون في الخطاب. فسامحني سيد الرئيس، فلا فرق بين خطابك وبيان رئيس الجمهورية الغير شرعية عبد المجيد تبون. أوجه التشابه فيه أنكم خاطبتم الشعب وتجاهلتم الملك الذي تبرع بدمه وأقام خيمة جنب المنكوبين ليكون قريبا منهم في سابقة لم يسبقه لها أحد، كسبت حب وتعاطف العالم.
لنا الحق أن نقبل المساعدات ممن نشاء ونرفضها ممن نشاء، لأننا مملكة ضاربة في التاريخ، والزلزال قدر وقضاء من عند الله. ربما ضربنا اليوم، قد تكون الفاجعة عندكم غدا، وستجدوننا في الصفوف الأمامية، لأننا سنذهب من أجل الإنسانية لا من أجل المكاسب السياسية. ففرنسا عليك أن تراجع الأوراق، لأن هذا الرئيس شوه سمعتك بين الأفارقة وبين العرب، وأصبحتم مذلة بين الأمم. فأتمنى أن تصل رسالتي. هذه هي مجرد رسالة من مواطن مغربي عاشق لبلده، محب لملكه، مستعد أن يقدم الدماء في سبيل هذا الوطن الذي أنجب الرجال، وأرضه لا زالت ولادة، لأن الأراضي المنكوبة هي أراضي حفظة كتاب الله ومتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا خوف على أرض لها المشعل وقائدة الأمة الإسلامية في حفظة كتاب الله. نحن الأصل والباقي تقليد. عاشت المملكة وعاش الملك وعاش الشعب المغربي العظيم الذي أعطى درسا في الإنسانية وفي التضامن وفي التكافل وفي التعايش للعالم، وهذا الدرس كان بالمجان. فأتمنى من لبيب العقول أن يستوعبوا هذا الدرس، ومن المرضى النفسانيين أن يذهبوا لأقرب عيادة لكي يتعالجوا من هذه الصدمة التي أراها بعيدة المدى في علاجها. حتى لا أطيل عليكم، تحياتي لكم وإلى الملتقى.